غلطة بسيطة في حساب تكلفة الفراخ واللحوم اللي داخلة في رسم المنتجات بتاعتك ممكن تخسرك فلوس كتير جدا. لو انت بتحسب تكلفة الكيلو او تكلفة الجرام بتاع الفراخ بناء على سعر الشراء اللي انت بتشتريه، فالفيديو ده مهم ليك جدا عشان تعرف ازاي تحسب التكلفة الصح. في الفيديو اللي فات اتكلمنا على مثال صغير عن الفراخ اللي داخلة جوه البيتزا تشيكن باربيكيو، وان احنا بنشتري كيلو الفراخ ده ب 180 جنيه، وبنستهلك للبيتزايه الواحده 100 جرام. في ناس بتحسبها ان 180 جنيه في 100 جرام ده مديني 18 جنيه. دي حسبه غلط، وممكن مع كتر البيع ان انت بتبيع بيتزا كتير هتلاقي نفسك بتخسر وانت مش عارف بتخسر ليه. حسبه الفراخ الصح، لو انت بتشتري الكيلو ب 180 جنيه، عمر ما هيفضل الكيلو نفس الكيلو. ليه؟ في فائد، في ميه، في تنظيف، في مارينيه بيتحط، كل ده بيزيد على تكلفة سعر الكيلو. طب سيبك من الفراخ، اللحوم داخلة في حاجات كتيرة جدا في المنيو. ممكن تخش في برجر، ممكن تخش في كفتة، ممكن تعمل بيها كباب. مطاعم الشرقي بيدخلوها في طواجن. فمثلا انت عندك طاجن بامية باللحمة، عايز تحسب تكلفته. هنخش على المثال على طول عشان ما نضيعش وقت حضراتكم. دلوقتي انت اشتريت كيلو اللحمه زي ما قلنا مثلا ب 500 جنيه. طالع منه بعد التنظيف هيطلع 200 جرام دوبري و100 جرام هالك. طب ايه الفرق بين الدوبري والهالك؟ الدوبري ده ممكن تستخدمه بعد كده لو انت بتفرم كفته بتعمل برجر، فده يبقى ليه استخدام عندك، عشان كده بنفرقه. الهالك ده زي العصب، زي لو في عظم، في دهن، شغف انت مش هتستخدمه. فانت الكيلو طلع منه 200 جرام دوبري و100 جرام هالك، بقى الوزن الصافي بعد التنظيف 800 جرام. يعني الكيلو وصل 800 جرام، بقى سعر الكيلو بدل 500 جنيه بقى 625 جنيه. يعني ده سعر الكيلو بعد التنظيف. طب هل ده 625 جنيه دي اللي هندخلها في الريسبي بعد كده؟ لا. ليه؟ لأن أنت اللحمة ديت بعد اللي هي 800 جرام اللي صفوا من التنظيف، اللي هو بقى الكيلو ب 625 جرام، أنت هتحط له ملح، هتحط له فلفل عشان تسلقه. أنت مش هتدخله على الطاجن مثلا على طول، أو هتستخدمه على طول. فالإضافات اللي عليه دي عملت حوالي 10 جنيه. بقى الوزن الصافي بعد السلق 600 جرام. يعني كانوا كيلو بقوا 800 جرام، بعد التنظيف بعد السلق 600 جرام. بقى سعر الكيلو المسلوق 1042 جنيه من 500 جنيه. لما نيجي ندخله بقى في الطاجن اللي احنا هنقدمه خلاص او هنسعره في المنيو بكام؟ ب 1042 جنيه. لو احنا مثلا هنستخدم 150 جرام، يعني الكيلو كان 500 جنيه، بقى 625 جنيه، بقى ب 1042 جنيه. تخيل معايا بقى لو انت كنت هتدخل الموضوع ده غير كده. طبعا انت لحمه، طاجن باميه ده ليه باتشايه، الرز بشعريه باتشايه، بقى سعر او تكلفه الطاجن ده 185 جنيه. تخيل انت لو كنت دخلت بدل 1042 جنيه 500 جنيه، بقى تكلفه الطاجن 104 جنيه. 104 جنيه من 185 جنيه، يعني في فرق حوالي 80 جنيه فرق في التكلفة. لو انت ما كنتش عامل حسابك عليهم كنت هتضيع منك 80 جنيه انت مش عامل حسابك، وهتسعر على هذا الاساس. هي اللحمة قبل ما تدخلها في الريسبي، نركز مع بعض قوي، اللحمة او الفراخ قبل ما تدخلها في الريسبي بتاع المنتج، سواء داخله في سندوتش، داخله في بيتزا، داخله في مكرونه، داخله في اطباق رئيسيه، داخله في اي حاجه، الكيلو ده ليه تشغيله لوحده اللي هي بتاعه التنظيف، وده في جزء التجهيز عشان تعرف ان انت الكيلو اللي اشتريته بسعر 500 جنيه، لما يجي يخش الريسبي بيخش بسعر تاني خالص غير سعر الشراء بتاع الفاتورة.
تاني عندك مطعم او صاحب مطعم او مهتم بالمجال، اشترك في القناه، لان احنا الفتره الجايه ان شاء الله هنعمل سلسله ازاي تعمل ريسبي كامل لمنيو، وايه الخطوه اللي تبدا بيها، وايه ازاي تربط قائمه الاسعار بتاعتك بتاعت المشتريات بالريسبي بالباتشات، وازاي تعمل هدر. هتبقى ان شاء الله دوره كامله ومرفقه بشيت اكسل. آه هيفيد جدا المطاعم ان انت حتى لو ما عندكش محاسب تكاليف، اي حد او اي محاسب عندك او اي حد عندك ممكن، او صاحب المطعم نفسه ممكن من خلال المشتريات ومن خلال الريسبي اللي اتعمل، ممكن ازاي كل شهر يطلع الهدر ويطلع العجز والزيادة، ويعرف تكلفته ويعرف يسعر المنتج بتاعه. اشتركوا في القناة، وان شاء الله الفترة الجاية او الفيديو الجاي هندي امثلة عملية على ريسبيهات معينة، برجر، باستا، كريبات، عجاين، فطاير، ونعرفكم فكرة عامة ازاي انت تعرف تعمل تكلفة منتج بطريقة سهلة وبسيطة. إلى اللقاء.